دايما حضرتك بتسأل العيان سؤال، لو انت عندك قطع في الرباط الصليبي تقول له انت بتلعب رياضة، انت ما بتلعبش. ايه المغزى من السؤال ده؟ المغزى يعني العيان ده يعني هو رجله بتخونه ولا لا؟ القطع الرباط الصليبي اللي موجود عنده ده عامل له مشكله ولا لا؟ ياما في ناس عندهم قطع في الرباط الصليبي وما بيشتكوش من حاجه والركبه مش بتخونهم، عضلاته قويه وهو يعني محافظ عليه مش بتخونه. فلو هو مش بيلعب رياضه ورجله مش بتخونه خلاص، وهو مش عايز يعمل عمليه رباط صليبي مفيش داعي ان هو يعملها. يعني مش كل من عنده قطع في الرباط الصليبي بتقول له ادخل عمليات فورا، لا طبعا، لازم يكون الركبة بتخونه وهو عايز يمارس حياته بشكل طبيعي، عايز يلعب رياضته المفضلة، عايز يلعب كورة، عايز يجري، عايز يلعب باسكت، أي حاجة أيا كانت الرياضة اللي هو عايز يمارسها. لكن انت حضرتك دايما تقول في دكاترة زمايلنا دكاترة عظام جالهم قطع في الرباط الصليبي عشان هم مش بيلعبوا رياضة او هم مش عامل لهم أزمة فمش بيعملوا العملية. في ناس كتير كده عندها قطع في الرباط الصليبي وهو محافظ على قوة العضلات بتاعته وهو مش بيلعب رياضة، فبالتالي رفضوا إن هم يعملوا عملية الرباط الصليبي.